السلام عليكم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم خبز الطاكوس اولا خبز التورتيلا اللي نقدروا نشكلوا به الطاكوس اولا اللي عجبنا من المملحات. خبز ناجح 100%. كان سبق ليا وشاركته معكم في القناه بالحليب، فدابا غنشاركوا معكم بالماء المغلي. وصفه ناجحه 100%. فكنتمنى ان شاء الله تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير، نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. وكالعاده ما تنساوش قبل ما تكملوا الفيديو ديروا لنا لايك، ما تنساوش اللايكات جزاكم الله خيرا. فندوزو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. فبسم الله وعلى بركة الله. هنا غادي نذكر معكم المكونات وفي نفس الوقت غادي نخدموا العجينه. هنا في اناء غادي نضيفوا 6 كؤوس ديال الدقيق الابيض. نستعملوا الدقيق اللي تيكون من نوعيه جيده. كيف ذكرت لكم 6 كؤوس ما يعادل العبار بالغرام 700 غرام من الدقيق. غادي نزيد معلقه صغيره ديال السكر ومعلقه صغيره ديال الملحه. كذلك غادي نضيفوا 2 معالق كبار ديال الزيت النباتيه. هنا غادي نضيفوا الكأس الاول ديال الماء. بالنسبه للماء عندي هنا مغلي، يعني الماء غليان يكون سخون بحال فاش كنبغيو نعمروا اتاي. غادي نضيفوا كذلك الكأس الثاني وغادي نزيدوا النصف ديال الكأس. كيف كتشوفوا معايا هنا راه الكاس كان سخون بزاف ما قديتش نشدو. صافي غادي نضيف النصف الكأس، يعني المجموع 2 كيسان ونصف. صافي غادي نبداو كنخلطوا. هنا غادي نستعن بواحد المعلقه خشبيه حيت الخليط كان سخون بزاف. كنبقاو كنخلطوا فيه على هذا الشكل هذا. وهنا باش غنتحكموا في العجين اكثر خاصنا نستعملوا يدينا. كنحيد المعلقه وكنبقى نجمع العجينه بيدي. فالعجينه كتجمع معكم بكل سهوله، يعني ديك الكميه ديال الماء اللي عطيتكم راه كافيه باش تجمع لكم العجين. والعجينه كتجي عجينه اللي رطبه. هانتوما غادي تشوفوا معايا دغيا كتجمع لينا، كيجينا بحال العجين اللي تيكون عجين مسلوق بهذه الطريقه هذه. فبالنسبه لهذا الخبز هذا ديال الطاكوس راه هذه الطريقه هذه كتجي رائعه وناجحه 100%. كنتمنى ان شاء الله تجربوها. فكنتمنى ان شاء الله الخبز يعجبكم، حيت هذا الخبز هذا غادي ينفعكم اكيد مع دابا رمضان على الابواب. كيف كنعرفوا اننا كنستعملوه بزاف في المملحات. صافي هنا حاولت انني ندلكها غير شي شويه، غير تجمعات لي العجين. هانتوما كتشوفوا القوام ديالها، يعني كتكون رطبه وفي نفس الوقت راه ما كتلتصقش في اليد. هانتوما شفتوا معايا. صافي هنا بعد ما جمعت العجينه غادي ناخذها ونقسمها على هذا الشكل هذا. فبالنسبه لي هنا انا غادي نعبر كل حبه يعني ديال العجين كنعبرها. بغيتهم يجيوني قياس واحد. فبالنسبه لكم الا ما بغيتوش تعبروا كيبقى لكم الاختيار، يعني الا بغيتوا تخدموهم عشوائيين. انا هنا درت في كل وحده تقريبا 90 غرام في كل وحده، حيت بغيت الخبز يجيني شويه كبير. صافي فهنا كنشكلهم على شكل كويرات وغادي نحطهم في واحد البلاطو اولا في صينيه، وغادي نغطيهم هنا بالبلاستيك الغذائي وغادي نبداو نخدموهم مباشره، يعني ما كنخليوهمش يرتاحوا. هذا العجين ما كيحتاجش انه يرتاح اصلا. كيف شفتوا معايا راه ما فيه لا خميره لا حتى شي حاجه. صافي غادي نبداو نطلقوا في العجينه. هنا غادي نرش شويه ديال الدقيق في سطح العمل بهذا الشكل هذا، وكنبدا كنطلق بالمدلك حتى كنطلقوها كتولي رقيقه. هانتوما غادي تشوفوا الشكل ديالها. وكنحاولوا اننا نعطيوها شكل دائري.
فبالنسبه لهذا العجين فاش كتطلقوه راه ما كيتقطع ما حتى شي حاجه، بالعكس كيعطيكم الطوع وكيساعدكم. هانتوما غادي تشوفوا معايا الشكل ديالو فاش كنطلقوه كيتجبد معاكم بكل سهوله، وكتقدروا تشكلوه كيف ما بغيتو. هانتوما كتشوفوا معايا هذه فاش طلقتها، شوفوا كيفاش كنجبد في العجين وما كيتقطع ما والو. السر انه داك الماء اللي كيكون غليان فاش كنخدموا به العجين هو السر في هذا العجين، انه ما كيتقطع ما حتى شي حاجه. يعني هذا العجين كيجيكم في الملمس ديالو رائع. هانتوما كتشوفوا تقريبا راه الحجم اولا السمك ديالها رقيق، وحتى سطح العمل كيبان لينا من العجين. فهنا انا بالنسبه ليا كنبقى كنطلق 2 حتى ل3 وكنطيبهم، وكنولي عاود نطلق 2 3 كنبقى نطيبهم حتى كنسالي الكميه اللي عندي. ما كنطلقش كلشي عاد كنبدا كنطيب. فاذا كان شي واحد اللي غادي يعاونكم وحده تطلق وحده تطيب كان احسن. هاد الطريقه انا كتجيني عمليه، يعني كنكون قبل ما نطلق العجين كنكون شعلت على المقله باش كتسخن لي مزيان، وفاش كنطلق 2 3 كنبدا نطيبهم وكنولي نطلق الكميه المتبقيه كذلك. هذه هي الطريقه اللي كندير انا. فصافي هنا كنبقاو كنطيبوا. هنا المقله راها سخونه، كنأكد المقله خاصها تكون سخونه مزيان. وفاش كنبقاو نطيبوا خاصنا نكونوا نطيبوه على عافيه اللي تكون مجهده، يعني ما تطيبوش هذا الخبز على عافيه اللي تكون مهيله، حيتاش الا كانت العافيه مهيله هو غادي ياخذ لكم الوقت في الطياب وغادي ينشف لكم في نفس الوقت. هو كيبغي عافيه اللي تكون مجهده باش هكذا دغيا كيطيب وصافي. يعني هو ما كيبغيش الوقت بزاف في الطياب. صافي هنا كيف شفتوا معايا راه ايم فوا كنحطوا العجينه كنحسوا بها بحال شدات شويه في راسها، كنبقاو كنقلبوا فيها، كنبقاو كنقلبوا حتى كيبانوا لنا فيها بداو كيطلعوا فيها دوك الفوقعات وبداو كيتحمروا شي شويه. صافي كنحطوها. هذه هي الطريقه. راه حتى الطياب ديال هذا الخبز راه مهم، ضروري تبعوا معايا هاد المراحل باش هكذا ان شاء الله اي وحده بغات تجرب هاد الخبز يصدق معاها من اول تجربه. وانا متاكده هاد الطريقه هذه الا جربتوها غادي تعجبكم بزاف. صافي كنبقاو كنقلبوها. نتوما كتشوفوا معايا كدير دوك الفوقعات وكيبانوا لينا غير شويه تحمروا، يعني دوك الفوقعات ماشي بالضروره ان الخبز كله خاصو يتحمر كله، ماشي بالضروره، حيت هذا الخبز مازال فاش كنبغيو نصايبوا به الطاكوس راه كنديروه في البريصه كيتكمل تما، يعني كيكمل تما طيابو كيف ما كنقولوا وكيتقرمل. صافي كيف كتشوفوا معايا كنحطها اون فوا كنحس بها شدات راسها كنقلبها وكنبقى كنقلب فيه مره على الاخرى. وهذا الخبز هذا ضروري فاش تكونوا كطيبوه اللي طيبتوها كتغطيوها بمنديل، وكذلك كتحطوهم وحده فوق وحده وكتغطيوهم هكذا بمنديل باش هكذا هذا الخبز ما ينشفش لكمش. وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال خبز الطاكوس اللي حضرناه مع بعضياتنا. كتكون هذه هي النتيجه فعلا. كيجي اكثر من رائع، كيجي تماما بحال اللي تنكونوا كناخذوه من المحلات التجاريه، ولكن هذا اكيد غيكون افضل بكثير حيت حضرناه بيدينا وعارفين شنو فيه بدون مواد حافظه وبدون محسنات. هانتوما كتشوفوا معايا كنشكلوه كيف ما بغينا، ما تيوقع له حتى شي حاجه. كنكمشوا هانتوما كنكمشوا بين يديا، ما كيتكسر ما تيتقطع، الشكل ديالو كيبقى هو. فبالنسبه للاحتفاظ بهذا الخبز هذا كديروا غير في الميكا وكتحطوه في المجمد، راه كيبقى معكم مده طويله. غير فاش كتبغيو تحضروا به طاكوس ولا شي حاجه اللي بغيتو كتجبدوه وكتخليوه ديكونجلا وكتشكلوا به اللي بغيتو، راه تيجي فعلا رائع. فكنتمنى ان شاء الله الا جربتوا هذا الخبز هذا تخليوا لي الاراء ديالكم كالعاده في الكومونتير. فهنا اخواتي غادي نكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساوش تخليوا لي لايك للفيديو، اللايك كيعاون ان الفيديو يطلع فضلا وليس امرا. فهنا اخواتي غنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفه جديده. خليت لكم الراحه وفي امان الله.